طبعا انا لو هفكر كتير مش هصور، فالاسدال او الخمار، ويلا بينا نصور. طبعا بقى احنا الصبح كده النهارده، فهعمل قهوة. القهوة دي حلوة. في قهوة اللي هي اسمها اللي هي احمد الشيخ. كل مرة اجيبها واستخدمها بطني توجعني، مش عارفة ليه. فانا رسيت على البن ده اللي هو اسمه سليمان. حلو بصراحة. الكيس ده بجيبه ب24. انا برضو مش بحب ان انا اكتر، آم، ان انا اجيب بن كبير. عادي، انا ممكن ان انا اجيب بن كبير، بس اللي هو ايه، لا، علشان اقلل من استهلاكي ليه. علشان انا اصلا عندي ارتجاع في المريء، فارتجاع المريء ده مش احسن حاجة ليه القهوة، وانا بحب القهوة بصراحة، بحبها. فقلت ايه، مش مشكلة، كل فترة كبيرة قوي قوي بجيب كيس زي ده. وطبعا العلبة دي معايا من وقت لما جبت البن ده، اللي هو بتاع ابو عوف. بس بصراحة ما حبيتهوش، مش حلو خالص. كنكه، معلقه بن، نص كده كمان. ايه ده؟ اهي، بسم الله. طبعا انا لو عملتها بدون سكر مش هشربها. فانا كل اللي انا بقدر ان انا اعمله ان انا احط كده نص معلقه، اللي هي اكنها مثلا ايه على الريحه. احط كده نص معلقه، بسم الله، اهي، بس كده. وطبعا الميه اللي انا ما جبتهاش هروح اجيبها واجي. طبعا انا مش خبيره قوي في اعمال القهوه، بس هما بيقولوا يستحب يعني انك تحطي ميه من التلاجة. فانا هحط كده، بسم الله. جبت طبق كده وحطيته علشان الحاجه تبان يعني. آه، فقلت اشغل مخي شويه. بسم الله. افتكر انا اول بدايتي يعني على اليوتيوب، كانوا حابين قوي فيا ان انا كل شويه بسم الله بسم الله بسم الله، حتى في البيت هنا. حتى جوزي لاحظها فيا اول الجواز يعني، اللي هو بيقول لي انتي انا بحب فيكي قوي ان كل حاجه بتعمليها بسم الله. والله بجد، اطفي النور بسم الله، ولعه بسم الله. ف... فحاجه حلوه يعني. فاهمين قصدي؟ انا عاوزه اقول لكم ان انا اصلا محروجه وانا بصور كده، بس انا عايزه اتجرأ شويه يعني، اللي هو ايه، اظهر بقى في القناه. بحس ان الفيديوهات اللي انا بظهر فيها، مش هقول لكم ان هي بتجيب مشاهدات، لا، اللي هي بحس الناس بتعرفني، هتعرفني اكتر. آم، بما ان هم اصلا بيحبوني عامه، فاللي هم بقى ايه، حبوني اكتر. فلو النوعيه دي كويسه من الفيديوهات بالنسبه لكم، انا هكمل فيها، مش هتكسف، بما ان بقى داخلين على صيف وكده. بس كده. طبعا انا كان نفسي اخدكم معايا على البوتاجاز، بس مش عارفه، حاسه ان هو عايز يتمسح كده يعني. اللي هو بلاه اخدكم على البوتاجاز. انا اشغله كده، بسم الله. واحط القهوه، بس ازودها كده نقطه ميه كمان، بس كده. كانت هتتقلب. طبعا هو المفروض ان انتي بتوطي النار ومش عارفه ايه، بس انا ما عنديش خلق بصراحه. هنا بقى ما كنتش عارفه التصوير ايه اللي حصل له. لقيت الصوت سابق الصوره، فبصراحة كنت هتراجع، وكنت ما كنتش هنزل الفيديو كله يعني. فقلت لا، بما ان انا صورت، لا، انا همنتجه واظبطه وهنزله لكم. فهنا في الوقت ده كانت القهوة بتبتدي ان هي تغلي، او هي خلاص هنا غليت. وحطيتها كده، وبعد كده رجعتها تاني على النار.
علشان تاخد تاني غلوة دي. هو انا ما بعرفش ايه السبب، بس هي هما بيعملوها كده، فانا بجود برضو معاهم. كنت محتاسه انا هنا بازازه الميه دي، مش عارفه، كان نفسي اشرب بس ما رضيتش اشرب، مش عارفه ليه. بس عاوزه اقول لكم انا من ساعه لما شربت القهوه دي الصبح وانا دايخه حرفيا، وفم معدتي كده تعبان. طبعا كل ده بسبب الارتجاع. فهنا كنت فرحانه بيها قوي، لان انا بحب القهوه، بحبها بجد. فهنا بقى كنت عماله كحيت هنا، مش عارفه كان صوتي ماله. بس كنت هنا بتكلم معاكم عن ان انا بما اني يعني طالعه آم، مش عريانه، ولا شعري باين، ولا مش عارف ايه، ولا الكلام ده. فاللي هو اديتكم نبذه كده عن الحياء. طبعا كلنا عارفين ان الحياء شعبة من شعب الايمان. فاللي ما عندهاش حياء دي ما عندهاش دين خالص خالص خالص. فالواحدة مننا لازم تنزل من بيتها إيه، لا، محتشمة قوي، باللبس الشرعي بتاعنا اللي لا محالة ليه. ف فهو ده اللي انا كنت بكلمكم فيه. كنت كمان بكلمكم عن ان الراجل بيبان من ايه؟ من مراته لابسه ايه، عامله ايه. كنت برضو بقول لكم لا، احنا عيلتنا كلها رجاله. لا، ابويا راجل، ما عمره ما قبل علينا ان احنا ننزل كده، مع ان اصلا تربيتنا آه، مبنية على ان احنا نبقى محتشمين، ان احنا نبقى محجبين، مفيش حاجة ضيقة لابسينها، اللبس واسع، الطرحة مش عارف ايه الكلام ده. فدي اهم حاجة انك تديها لبنتك، تعلميها لبنتك الحياء 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 الحياء. الحياء لما بينتزع كده من الست عموما بتبقى حاجة فظيعة فظيعة. انا بشوف بلاوي بصراحة. انا ما اعرفش ما اعرفش البنات دي متربية ازاي. انا بجد مش عارفة. يعني انا هو عمال امسك الكم، واللي هو بصوا، لا انا زعلت عشان ايدي بانت. ف الحياء الحياء. ف... فدي عاوزه اقول لكم طريقه لبسي، وان انا ابقى متشدده قوي. لا، لو الحاجه ضيقه ما البسهاش. جوزي اللي هو الله، حرفيا بيحب فيا ده قوي قوي، اللي انا لا، انا عايزه ابقى كده. نكمل بقى كلامنا بعدين.